صلى وسلم وبارك على افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنقول لكم على تشكيله نادي الاهلي اللي هيلعب امام صن داونز باذن الله بكره ان شاء الله المباراه باذن الله. التشكيله هتبقى 4-2-3-1. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، 4 في الدفاع مصطفى العش ورامي ربيعه واشرف داري ومحمد هاني. هيبقى في خط الوسط هيبقى 2 لاعبين ثابتين، هيبقى مروان عطية ورضا واحمد رضا. هيبقى قدامهم 3 لعيبة، هيبقى طاهر محمد طاهر، امام عاشور وبن شرقي. وفي الهجوم جريدة شار. طبعا التشكيلة دي غير التشكيلة بتاعت المباراة اللي فاتت. المباراة اللي فاتت كانت 5-4-1، ما كانش فيها بن شرقي، كان فيها امام عاشور وطاهر تحت رسال الحربة بس متأخرين برضو، ومعاهم احمد رضا ومروان عطيه. كان 4 لعيبه، وكان جريديشار بيلعب قدام لوحده، و5 لعيبه كان معاهم ياسر ابراهيم، كان مصطفى العش ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واشرف داري ومحمد هاني. دي التشكيله الاولانيه. هنا التغيير الجديد اللي هو شال ياسر ابراهيم من الدفاع، هيبقى 4 لعيبه بدل ما هيبقوا 5، وهيرجع وجاب بن شرقي حطه مكان امام عاشور في الشمال، وحط امام عاشور تحت راس الحربة كلاعب صانع لعب. هو ده هيبقى ضغط على صن داونز. طبعا صن داونز لما بتضغط عليه يا جماعه، صن داونز لما بتضغط عليه الدفاع بتاعه بيتوه. ودي افضل تشكيله اللي مارسيل كولر يلعب بيها، هيسيطر على الملعب كله. وطبعا اي تغيير تاني، المفروض اي تغيير لمارسيل كولر في المباراه يبقى لاعب بلاعب، ما يغيرش في شكل التشكيله، ما يعملش زي مباراه صن داونز مباراه بيراميدز ويطلع مروان وينزل راس حربه تاني، عشان نص الملعب ما يفضاش. يقدر صن داونز كده هيستغل نص الملعب وهيلعب على الاهلي. فالافضل اللي نص الملعب يفضل ثابت. هتغير لاعب يبقى لاعب بلاعب، هتغير مثلا طاهر هتنزل حسين الشحات مفيش مشكله، بن شرقي هتغيره هتنزل لاعب تاني مفيش مشكله، جريديشار هتطلعه مثلا وهتنزل وسام ابو علي برضه مفيش مشكله. لاعب بلاعب ده افضل تشكيل النادي الاهلي في المباراه باذن الله. والمباراه دي والتشكيل ده هو اللي هيحقق ان شاء الله الفوز لنادي الاهلي باذن الله. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك واشترك في القناه اللي يوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.